السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي الكرام في حصة جديدة. اليوم غادي نشوفوا بينيي دو بوم، يعني اسفنج التفاح. لي زانغريديون بور 6 أو 8 باكس، يعني المقادير ل 6 حتى 8 الاشخاص. غادي نحتاجو 200 غرام ديال لافارين، 2 بيضات كاملين و3 د البيضات غير البيض، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، 4 يطرو ديال الحليب، واحد 100 غرام د السكر، وواحد 600 غرام الفوق ديال التفاح. عندنا واحد البياسه ديال السيترون، وعندنا الماتيريال ديال الخدمه ديال التقشار ديال التقطاع وديال اللي كنحيدو بهم من القلب ديال التفاح. تكنيك دو بريباراسيون، نشوفوا طريقه التحضير. دونك اول حاجه غادي نصوبوا لاباط افرير، يعني العجينه ديال القلي. اول حاجه كنديروا لافارين في واحد الاناء وتنزيدوا عليها الخميره ديال العجينه، تنخلطوا العناصر الجافه، ومن بعد كنزيدوا واحد داك 2 بيضات كاملين، واحد شويه ديال السكر باغ واحد 10، واحد معلقه كبيره، واحد شويه ديال الملح، كنخلطوا الخليط ديالنا. من بعد كنزيدوا العناصر السائله، يعني غادي نزيدوا الحليب ديالنا، غنقسموه على 2 ديال الاجزاء، ونطربوا لاباري ديالنا لاباط فرير. في مرحله ثانيه غادي نقبضوا هذاك 3 البيضات اللي بقاو لنا، غنسيباريو الصفر على البيض باش غنحتاجوا البيض. نقبضوا داك البيض نديروه في واحد الصلاديه، وغنديروا عليه واحد شويه د الملحه، يعني ما بين صبعنا، ونطلعوا لي بلون اون نيج، يعني نطلعوا المورانغ ديالنا. في مرحله ثالثه غنزيدوا داك لي بلون اونيج ديالنا، داك الثلج ديال البياض البيض اللي صوبناه، غنزيدوه لاباراي ديالنا ونخلطوه غير بشويه. ونساليو ونفيلميو لاباط فري ديالنا ونخليوها في واحد البلاصه اللي هي دافئه باش تخمر. دونك من بعد نوجدوا لا غارنيتور اللي هي التفاح. اول حاجه كنقشروا التفاح ديالنا كما تلاحظوا ابليشي، من بعد كنسيطرونيو حيت التفاح تيكحال، من الاحسن نسيطرونيوه، نديروا له شويه السيترون باش ما يكحاش، ومن بعد كنيفيديوه، يعني تنخويوه. الا ما كانش عندنا هاد لاباراي نخويوه غير بالمسعاد. ومن بعد كنقطعوا رونديلات 7 ملم حتى ل 1 سنتيمتر.
وكنديرهم في واحد الاناء وكندردروا عليهم شويه ديال سنيده وشويه ديال القرفه. هذه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يدير غير شويه سنيده. بغيتي تنسمها بشي حاجه واحده اخرى ممكن تنسمها بشي حاجه واحده اخرى بحال مثلا المزهر او شي حاجه اخرى. دونك هنا التنسيم افوتر كونفونونس، يعني على حسب الاختيار ديالكم. ملي كتخمر لاباري ديالنا كنرومبيوها، يعني كنخلطوها بحال كدايا باش كيتجانس الخليط ديالنا باش غنبداو الخدمه ديالنا. كنوجدوا واحد لا ميزون بلاص ديال القلي، فيها التفاح، فيها لاباطا فرير، وفيها حمام الزيت، وفيها البلاصه فيها نحط داكشي اللي تقلى. كنقبطوا داك لي ديسك ديال التفاح ديالنا وكنديروه في وسط لاباطا فرير، ومن بعد كندوزوه لحمام الزيت وكنعاودوا العمليه من جديد حتى كيتسال لنا داك التفاح. وملي كيطيب اما كنحطو على بابي ابسوربون يعني ورق منشف، اما واحد القريه. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاهل ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الاحباب ديالكم، لتعم الفائده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.